السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا البراء في قناة عالم البراء. أهلا بكم. أول شيء طبعا هذه أول حلقة في رمضان، ونقول لكم رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حلقتنا اليوم حلقة متغيرة، حلقة قصة عن بطل عظيم، عن بطل مجاهد، عن بطل مثابر. حتى أنا لما قريته أو لما سمعته استغربت. نهاية قصتنا بتكون نهاية القصة قصة غريبة. في نهاية القصة ما تتوقع نهايته. المهم، لا تنسى الاشتراك واللايك، وخلونا نبدأ في القصة. بطل قصتنا اليوم طفل سعودي ولد في العشرينات، ولد في عائلة فقيرة جدا، عائلة ما تتمنى الريال الواحد، عائلة ما تمتلك أي شيء. دخل إلى الابتدائية، دخل يدرس، وفي مرة من الأيام المدرسة قررت أن تسوي رحلة. وهذا البطل، بطل قصتنا اليوم، هو سليمان الراجحي. فرح كبير، مستني يتخلص الدوام عشان يروح البيت يكلم أهله. هذه الرحلة تكلفتها على كل واحد ريال واحد فقط، وهذا الريال في العشرينات كان يجيب لك كل شيء. ريال هذا ريال كأنك عندك أو 100 سعودي أو 100 أو 50. الولد فرحان مروح البيت. كلم عائلته، وعائلته قالت له: يا سليمان يا حبيبي، احنا نتمنى الريال الواحد، احنا ما نمتلك اي شيء عشان نعطيك. خلاص الولد انقهر قهر شديد، وقال: صح، كلامهم صحيح، نحن لا نمتلك اي شيء. كان كل يوم يروح المدرسة والأولاد فرحانين ويتكلموا عن الرحلة، وإحنا بنروح الرحلة ومدري إيش، وهو يسمعهم ويكون مغلوب. وبعدين يوم من الأيام جاء أستاذ فلسطيني الجنسية. شاف سليمان هذا الأسبوع، شاف سليمان هذاك اللي كل يوم يضحك، كل يوم يتكلم، كل يوم مدري إيش. شافه هذا الأسبوع غلبان ومقهور وحزين، لدرجة أنه ما يتكلم مع أي طالب من الفصل. الأستاذ أفتهم له هذاك الوقت، قال: يمكن مشاكل عائلية، يمكن ظروف صعبة ومشاكل العائلية. الأستاذ قرر يعطيه سؤال، قرر يعطي الطلاب سؤال. شوف، الأستاذ هذا قرر يعطي الطلاب سؤال، قال: اللي يجاوب على السؤال هذا بعطيه ريال واحد. بعد ما سأل هذا السؤال، تتوقعوا مين اللي يجاوب عليه؟ سليمان الراجحي. جاوب على السؤال على طول مباشرة. الأستاذ خرج من جيبه الريال وأعطاه لسليمان. سليمان هذاك الوقت فرح شديد، فرح عظيم، لدرجة أنه كأنه ما ملك ريال واحد، كأنه ما ملك ريال فقط، كأنه ملك الدنيا وما فيها. كأنه الأستاذ اللي أعطاه الريال، كأنه ما أعطاه ريال فقط، كأنه أعطاه ملايين الدولارات. فرح ما تصدق، فرح عظيم. خلاص سليمان راح البيت فرحان وسعيد. بعد ما راح البيت راح الرحلة معاهم، فرحان من الأستاذ، وحب الأستاذ هذا، أنه الأستاذ هذا طيب، الأستاذ هذا خلوق. مباشرة سليمان راح إدارة المدرسة وأعطاهم الريال. بعد ما راح الرحلة صارت له ذكريات جميلة، وعاش ذكريات جميلة جدا. وبعدين لما خلص قال في نفسه، قال كذا: أنا لما اجتهدت ولما ذاكرت حصلت على ريال واحد، فما بالك أنا إيش أقدر أعمل أو أسوي عشان أجمع عشان أجمع ريالات، مش ريال، عشان أجمع ريالات.
شوف الذكاء، شوف الطفل هذا اللي بعمر الابتدائية، اللي بعمر يعني يمكن ما يقارب 13 أو 14 سنة. شوفوا الذكاء، شوفوا المخ، شوفوا يعني ذكاء خارق من سليمان. أنا قال كيف أقدر أعمل عشان أجمع هذه الريالات؟ أنا ذاكرت واجتهدت، جاوبت على الأسئلة، يعني بس إذا إيش أقدر أسوي، إيش أقدر أعمل عشان أحصل على ريالات، على ريالات تكفينا وتكفي أسرتي. ورغم أنه طفل قرر يدخل سوق العمل، قرر ينقذ أهله من الظروف اللي عايشين، من الظروف اللي يمر فيها، الظروف الصعبة اللي قرر يدخل سوق العمل وهو طفل. فما يعني طفل قال أنا بدخل سوق العمل واشتغل. وكان بعد ما يخلص من المدرسة يروح المدرسة الصباح ويشتغل في العصر، يشتغل أي شيء، يشتغل لا عنده لا راس مال ولا عنده أي شيء. الولد كان إيش يشتغل حمال، يعتبر يعني حمال، يشتغل يعني يشيل أغراض، يحصل واحد يقول له هات بشيل لك أغراض بوصلهم للبيت، والهذا الراجل يعطيه فلوس يرحمه. فبعد ما يشتغل كان يجمع له في كل يوم في اليوم الواحد أقل شيء نص ريال. صح أن النص ريال هذه ما كانت كثيرة بالنسبة له، بس كانت بالنسبة له عظيمة، كانت بالنسبة له كثير. فما يقول بداية الغيث قطرة، يعني كان مو مستعجل عشان يصير غني. فكان كل يوم على هذا الأسبوع، ما في كل أسبوع كان يجمع له 3 ريال. 3 ريال، هذه 3 ريال كانت تأكل عيش، كانت تأكل يعني تأكل عائلة كامل. فرحان 3 ريال. قرر يبدأ حبة حبة. قال أنا بشتغل أكثر عشان أجمع فلوس أكثر. شوفوا الطفل هذا الداهية، هذا الطفل يعني بطل عظيم. بعد ما قال أنا أبغى أجمع فلوس كثيرة، قرر يشتغل أشياء مختلفة. قرر يشتغل أي شيء، يشتغل حمال، يشتغل يطبخ لهم، يشتغل ينظف لهم البيوت، يطبخ لهم، يحمل لهم، يشتغل أي شيء. فحبة حبة قامت خلاص الناس تأتمنه وكانت تحبه. سليمان هذا كان اشتهر شوية، كل الناس كانت يعني تقول إنه هذا أمين. فلما كانوا التجار يجيبوا بضائع، يجيبوا أي شيء، كانوا محتاجين يحتاجوا حارس أمين. يعني خلاص يروحوا لسليمان. سليمان هذا شخص أمين طيب محبوب عند الناس، كلها تحبه، خلاص صارت كل الناس تحبه. وبعد فترة بسيطة يعني جمع له شوية كده فلوس، يعني فلوسها على قد حاله، جمع له خلاص. بعد ما جمع له هذه الفلوس قرر يفتح له دكان، حتى مو دكان يعني ما يعتبر بسطة يعتبر، يعني عشان يمشي حاله. قرر يفتح له بسطة، يعني مثل سكر، شاهي، يعني أي شيء كان يشتغل، أي شيء في راسه يشتغله. بس بعد ما قرر يعني يفتح له بسطة سكر شاي، قال هذه موجودة في السوق، هذه ما تجيب فلوس كثير، يعني هذه البضائع موجودة في السوق كثيرة. قرر أن قال فبفتح شيء برا الصندوق، شيء يعني أفضل. شوف التفكير، مع أنه كان صغير، مع أنه كان طفل، بس تفكيره عميق، حلمه يعني حلم كبير، عنده حلم. ما فكر قال خلاص أنا قرر يشتغل حلاوة، يجيب حلاوة بحريني. الحلاوة البحريني هذا يعني الناس كلها حبته، يعني كل الناس تشتري هذا الحلاوة، حلاوة عجيب. بعدين حبة اشتغل فيه الحلاوة البحريني، خلاص كل الناس حبت الحلاوة هذا. كان يخلي أي واحد من معارفه من أقربائه يروح البحرين، يقول يوصي معه، يقول له خلاص روح جيب لي حلاوة، جيب لي أي يجيب ويبيع. بعدين قرر يسافر جدة هو وأخوه ويفتح له تجارة كذا، يعني فرع ويشتغل فيه ويجتهد. بعدين شوية تطور لين صار خلاص ملياردير كبير جدا عظيم. شوفوا سليمان لما بعض الناس يكون فقير خلاص حصل له فلوس، صار غني،
استغنى عن كل شيء، ما يهمه اي شيء، ما يهم الفلوس. شوف هذا ما يهمه الفلوس. هذا شوف، تذكر يوم الاستاذ اعطاه الريال، يوم ما اعطاه الاستاذ الريال هذا تذكروا، قال خلاص انا ببحث الاستاذ هذا لين ما حصله. الولد بحث، راح جدة، راح الرياض، راح المدينة، راح ما سمع، ما ادري فين تحصله. لا نعم الله، الراجل فين مختفي، راح بعد عمله ظروفه يمكن يا خلاص قضى شيبة، ما عاد يتقاعد، ما عاد يدرس، وظروفه تعبانة، يمكن ما تدري كيف، او يمكن تطور، او يمكن اولاده يصرفوا عليه. المهم سليمان ما استسلم، وبحث عليه ليه سمع عليه وانه قالوا انه في الرياض، سمع عليه انه في الرياض، سأل عليه ومدري ايش، راح للرياض، راح البيت، باب البيت، دق الباب، السلام عليكم. وعليكم السلام. الأستاذ كذا وكذا. نعم، من معي؟ الأستاذ سأله، قال له ما أعرف الأستاذ لأنه كبير، سليمان خلاص قد كبير. قال له يا أستاذ تتذكر هذاك اليوم لما أعطيتني ريال وأنا كنت عند الرحلة وأنا كنت زعلان ومقهور، سألتني سؤال عشان وأعطيتنا ريال؟ قال له يا ابني خلاص الله المستعان، يعني الآن أنت جاي تدور لي من هنا لهنا عشان الريال هذا؟ خلاص يا أخي حصل خير وإن شاء الله. المهم شكلك الآن طورت وبقيت دكتور ومدري إيش حصلت. قال له لا يا أستاذ، هذا الريال اللي جبت له أنت غير حياتي بالكامل، خيرنا من شخص فقير إلى شخص ملياردير كبير. يعني هذا الريال الواحد أنت غيرت، مش عشان أنك جبت له عشان الرحلة، هذا الريال عشان الرحلة، وعشان أني من شخص فقير إلى شخص غني، إلى شخص ملياردير كبير. الأستاذ قال له خلاص يا ابني ما عاد يحتاج الريال وما عاد نبغى الريال، خلاص إن شاء الله حصل خير. إيش قال له سليمان؟ قال له لا يا أستاذ، أطلع مع السيارة. طلعوا السيارة معه، وداه لمكان فيه فيلا بيت كبيرة، حوش، وفي يعني فيلا كبيرة وحلوة جدا ضخمة. الأستاذ استغرب، قال ما شاء الله تبارك الله، هذا بيتك وشكلك اجتهدت وذاكرت وتعلمت ومدري ايش. قال له لا يا أستاذ، هذه مو بيتي أنا. قال له طيب بيت مين؟ الأستاذ قال له بيت مين؟ قال له هذه بيتك أنت، هذه ملكك صارت. الأستاذ استغرب، جت له دوخة، كيف؟ لو أنتم ما كنتوا تتوقعوا الأستاذ كيف كان بعد ما كبر سليمان ومدري إيش، بعد ما راح عنه. أنا نسيت ما أذكركم، لما راح عنده كان الراجل كان خلاص فقير، يهم نفسه، يتمنى لقمة، يتمنى العيش، يتمنى يجيه ريال واحد. يعني خلاص فقير مهموم. قرر الإنسان هذا، خلاص قرر والله، كان قرر يتقاعد، كان قرر يخرج من السعودية، يسافر بلده. شوف سليمان جاء في اللحظة الحاسمة، في لحظة. بعدين الأستاذ لما شاف البيت الفيلا انصدم، شكله دوخة، هذه كيف؟ هذه لي أنا؟ كيف أنت مجنون؟ قال له والله هذه لك. قال له هذه الآن، هذه ما تسوى أي شيء على الريال الواحد، على الريال هذه اللي جبت لي أنت ما تسوى أي شيء. وأعطاه السيارة كمان، قال له هذه السيارة لك، ملكك الآن. الأستاذ انصدم، الأستاذ ما توقع، بعد ما أعطاه السيارة وأعطاه الفيلا وأعطاه البيت، قرر يعطيه راتب شهري قال له خلاص في كل شهر أنت تجي لك راتب شهري إلين ما تموت. بعد ما الأستاذ هذا استغرب، قال له يا سليمان أنت خلاص ما ينفع، كثير عليك. قال له لا يا أستاذ، أنت هذا الريال اللي أعطيتني هي غيرت لي حياتي من شخص فقير إلى شخص غني، فشكرا لك يا أستاذ، هذه ما تسوي أي شيء بقيمة الريال اللي أعطيتني أنت يا أستاذ. بعد ما صار غني خلاص بنى مساجد، وشوفوا حتى بحثوا مساجد الراجع تحصلوا كمية المساجد اللي فعلها.
شوفوا كمية المشاريع اللي فتحها هذا الشيخ سليمان الراجحي، مساجد من كل شيء. كان في حسابه البنكي 5.9 مليار ريال، يعني ما تساوي ملايين الدولارات. قرر يعطي هذه الفلوس، يصرف الفلوس هذه كلها على أولاده وعلى بناته وعلى وعلى الناس الفقراء. كل ما صار في حسابه 0 ريال. بعدين لما سألوه قالوا كيف أنت عندك 5 مليار؟ يعني كيف تصرف الفلوس هذه كلها؟ خلاص يعني نص المبلغ، نص الفلوس توزعها نص، يعني ممكن، بس لا، كيف كامل؟ هذا سليمان الراجحي قال لهم لا، أنا أتمنى أصير زي ما كنت فقير، أتمنى أرجع عند الله فقير، ما أرجع عند الله غني، ما أموت وأنا غني، أموت وأنا فقير. شوفوا هذا الراجل الداهية، هذا البطل العظيم. وهنا وصلنا إلى نهاية قصتنا اليوم. إن شاء الله تكونوا استمتعتم في هذه القصة، وإن شاء الله تكون عجبتكم، وانتظرون في حلقات قصص إن شاء الله. سلسلة رمضان ستكون سلسلة كل قصص بإذن الله. ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك واللايك، لأنه أنا ما أستمر إلا بدعمكم. إذا شفت الدعم وإذا شفت تعليقات حلوة ولايكات كل شيء يمكن أستمر، بس إذا ما في ما بستمر. وإلى اللقاء، نراكم في مقطع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.